في ناس كتير بتخش الجيم تبقى الحماس واكلها وداخله بقى اشيل كل الاوزان واخرب الدنيا واعمل فورمه ومش عارف ايه، يجي يشترك شهر يلاقي الشهر خلص، يلاقي جسمه في المرايه زي ما هو. يا ترى ايه السبب؟ تعال نقول لك. طيب الكلام ده يكون غالبا لو انت حد مبتدئ اول مره يدخل جيم. طيب انا دلوقتي اول مره ادخل جيم، مش عارف اشيل الاوزان ازاي، ولا عارف العب ازاي، ولا عارف ده يعني دمبل ولا ده يعني طاره ولا ده يعني جهاز مش عارف ايه، ولا عارف اي حاجه. طبيعي مش هيحصل تقدم في اول شهر ده نهائي. انا عن نفسي بيجي يتمرن معايا اول شهر ده بعتبره كانه تحت التدريب. انت كانك مش رايح تلعب جيم، انت كانك رايح تتعلم. اول حاجه بيعرف يعني ايه طاره، يعني ايه دمبل، الجهاز ده بيديك عضله ايه بالظبط، بيستهدف لك عضله ايه، ابدا امرنه واعرفه على الدنيا، احببه في الجيم وفي الادوات وفي الاجهزه وفي كل حاجه. وبعد كده طبعا ببدا معاه باوزان خفيفه جدا عشان خاطر يجيب التكنيك صحيح ويجيب المدار الحركي كامل للعضله. انا دلوقتي مثلا بلعب تمرين بالدمبل ده فعال بالدمبل، طب انا مش عارف اتوازن مع الدمبل ولا عارف اتمرن، يبقى ازاي اديك وزن انك تجيب بيه الفشل العضلي؟ انت عشان خاطر عضلاتك تبدا تكبر وتبدا يبقى في ضغط قوي عليها لازم توصل تمارينك لحاجه اسمها الفشل العضلي. الفشل العضلي ان اعمل عدات معينه مثلا من 8 ل 12 عده لو انا عايز اضخم. العدد ده هيخليني اضخم ان اوصل ل 12 عده او ل 10 عدات بالعافيه، يعني العده العاشره ما اقدرش ارفعها، ممكن الوزن يقع عليا. هو ده الفشل العضلي. انت كمبتدئ او ليك شهر بتتمرن، ازاي هتقدر توصل بالقصه دي او تقدر توصل بالفشل العضلي؟ ما انت كده كده مش قادر تتمرن او مش عارف التكنيك صحيح، يبقى انا احط عليك اوزان عشان اوصلك للمرحله دي، يبقى انت هتتصاب مني ومش هتكمل حتى اسبوع. عشان كده لازم تصبر بس اول شهر، وادي فرصه للكوتش بتاعك اول شهر انه يعرفك الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده انت هتبقى عرفت اوريدي كل حاجه، تبدا بقى تحمل على نفسك بالاوزان، وطبعا باوزان تكون تناسب جسمك. يعني ما اتمرنش مثلا بوزن تقيل عمري اتمرنت بيه، لا، اتمرن باوزان اقدر اجيب بيها مثلا 10 12 عده. جبت بوزن 10 عدات، اخري ممكن ازود الوزن حاجه بسيطه واجيب بيه 8 عدات، مفيش مشكله، بس ما اجيبش وزن مش بتاعي، وزن تقيل وحد بيلعب بيه واجي اتمرن، انا كده هتصاب. يبقى كده انا جاي يا جماعه، جاي استفاد من الجيم وجاي اعمل جسم كويس وجاي عشان اكسب صحتي، مش جاي عشان اتصاب. عشان كده لازم اصبر كويس جدا مع الكوتش بتاعي. ولو حابب تتابع معايا اونلاين هسيب لك تحت في الديسكربشن ارقام التواصل معايا، وهسيب لك الانستجرام ممكن تبعت لي عليه. وعلى فكره اسعار رمزيه جدا، يعني محدش يفتكر مثلا زي الناس اللي هي، لا، اسعار رمزيه جدا، وهبعت لك انظمه غذائيه ليك انت كشخصك بارقامك، مش بارقام حد تاني، مش اي نظام يتعمل لك تاخده وخلاص، لا، نظام غذائي معمول ليك انت محسوب كويس جدا. وكمان هبعت لك تمارين مصوره بالفيديو تقدر تتمرنها كاني بتمرن معاك بالظبط في الجيم. كده خلص حلقه النهارده، اتمنى الحلقه عجبتك، تكون عملت لك الفيديو. لسه مش مشترك في القناه يا ريت تفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل حاجه جديده في وقتها، واشوفكم على خير.